في شقق بتكون رخيصة قوي بس وراها سر كبير. تخيل تدخل أوضة في الشقة مليانة صور لأشخاص بس وشوشهم مش موجودة. اشترك في القناة واضغط لايك وصل على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. في سنة 1987 راجل بيشتغل سمسار عقارات اشترى شقة قديمة بوسط البلد. صاحبها قال له جملة غريبة: ما تدخلش الأوضة الصغيرة اللي ورا. السمسار ضحك وقال في نفسه: أكيد بيخوفني عشان رخيصة. بعد أيام من سكنه بدأ يسمع أصوات خطوات جاية من الأوضة دي. حاول يفتحها، المفتاح يتكسر كل مرة، وفي ليلة مطر كسر الباب. اللي شافه جوه جمد دمه. الأوضة مليانة صور لسكان العمارة، كل صورة متشال منها الوش، ولما ركز أكتر لقى صورته هو كمان متعلقة بس الوش لسه مكانه فاضي. جمع الصور ورماها في كيس وقرر يهرب. فتح باب الشقة لقى العمارة كلها ضلمة ولا جار واحد موجود. نزل السلم بسرعة لقى نفس الكيس مستنيه على أول درجة. خرج للشارع اكتشف القاهرة كلها فاضية، ولا عربية ولا بني آدم، كأن الزمن وقف. وفجأة صوت وراه قال: لسه ناقص صورتك. دخل محل قديم على الناصية، لقى فيه راجل عجوز مستنيه. قال له: انت مش أول واحد، كل اللي قبلك دخلوا الأوضة ومحدش خرج. السمسار سأله: ايه الحكاية؟ العجوز رد: العمارة اتبنت فوق مقابر، والأوضة بتحبس أرواح السكان. كل وش بيتشال معناه إن صاحبه اتسحب. دلوقتي دورك جه. الكيس اتفتح والصورة بتاعته طارت في الهوا، والوش بتاعه بدأ يختفي قدام عينه. تفتكر لو كنت مكان السمسار كنت هتفتح الأوضة ولا لأ؟ قول لنا في التعليقات.